السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فرسان وفارسات معركة قطرات الماء؟ ازيكم يا رجالة ويا بنات يلي على الأرض يلي بتثبتوا كل يوم ان انتوا الأمل وانتوا بكرة اللي محدش هيقدر يهزمهم. احنا النهاردة الحلقة دي هي اعتذار لبعض الشباب اللي تم القبض عليهم في شهر أكتوبر وتم تلفيق بعض القضايا ليهم. احنا يمكن اتاخرنا وده تقصير مننا ان احنا نقول لكم بعض الاجراءات القانونيه اللي ممكن تحميكم، ومنها على سبيل المثال اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هي الماده 302 من قانون الاجراءات الجنائيه والخاصه باعترافات المتهم امام النيابه العامه او نيابه امن الدوله. كان عندنا حالة تم القبض عليها الأسبوع اللي فات في شهر أكتوبر 2013 لشاب عنده 16 سنة في مدينة نصر اسمه نور. الشاب ده اتاخد من بيته وودوه اسم أول مدينة نصر، تم تعذيبه من قبل مباحث مدينة نصر، ثم تم تهديده بان هو لو ما اعترفش باللي هم عاوزينه يعترف بيه هيجيبوا والدته ويعذبوها امامه. كانت النتيجه ان نور لما اتعرض تاني يوم امام النيابه أقر بكل الاعترافات اللي تم إملاءه عليها من قبل قوات المباحث قبليها بيوم. فلما المحامي بيسأله بيقول له طب انت ما عملتش الكلام ده ليه؟ بتعترف بالاعترافات دي وبتقول اسماء صحابك والكلام ده كله؟ قال له انت مش عارف لو انا ما قلتش الكلام ده هم في الاسم هيعملوا فيا ايه؟ طيب خليني نسالكم بقى سؤال، هو ليه اساسا بيعمل كده؟ يعني هو ليه قوات المباحث بتجبركم ان انتوا تعترفوا باعترافات معينه وبيهددوكم انكم لو ما قلتوش كده قدام النيابه العامه او قدام نيابه امن الدوله هيرجع يعذبك تاني؟ علشان هو ما عندوش ادله ماديه، هو بيلفق قضايا. هي دلوقتي بقت منافسه ما بين الضباط، اللي يعرف يعمل قضيه كبيره بياخد ترقيه احسن او بيتثبت في مكانه، اللي بيعرف يهلب من وراه فلوس كتير. طيب هو علشان يعمل قضيه محتاج يعمل حاجه ذات شو اعلامي قوي ويعمل لها فبركه كويسه، فبيقبض على بعض المتهمين ويتم تلفيق القضايا ليهم. طيب هو بيخاف انك لما تخش قدام النيابه تنكر التهم دي، فبيعمل ايه؟ يقول لك والله لو انت ما انكرتش انا هعذبك، لو انت قلتش التهم دي انا هاجي وهعذبك تاني. فحضرتك اما تقول قدام النيابه التهم دي، اما يتم احاله اوراقك للقضيه بتضعف فرص المحامي بتاعك انه يعرف يدافع عنك قدام قاضيك الطبيعي المفروض هتتحاكم قدامه. ليه بقى انت بتضعف فرص المحامي بتاعك انه يدافع عنك؟ لان القانون المصري بيعتبر ان الاعتراف امام النيابه العامه او نيابه امن الدوله هو سيد الادله. بناء على ايه؟ بناء ان في نص في القانون بتحميك من الحاجات دي، اللي هي نص الماده 302 من قانون الاجراءات الجنائيه، اللي بتقول ان اي اعتراف يتم نزعه او اتخاذه تحت وطأة التهديد او الاكراه فانه اعتراف لا يعول عليه. تمام يا شباب؟ في ماده في القانون بتقول ايه؟ ان اي اعتراف بيتم انتزاعه منك تحت وطأة التهديد او الاكراه اعتراف لا يعول عليه. القاضي بيرميه في اقرب باسكت زباله، في اقرب زباله موجوده جنبه. فهم عشان كده اما بيجي يدخلك النيابه العامه بيقول لك ايه؟ عارف لو ما قلتش اللي احنا اتفقنا عليه وطلعت لي هعمل فيك ايه؟ هعمل فيك كذا وكذا 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 وكذا. المفروض انت بقى ما تعتبرش حاجه بالتهديدات دي كلها، واول ما تخش قدام النيابه ويبتدي يقول لك انا هفتح محضر التحقيق تقول له بعد اذن حضرتك لحظه، انا عاوز اثبت ان اما تم القبض عليا بالامس او من شهر او ايا كان الفتره اللي تم القاء القبض عليا فيها، وقبل العرض على حضرتك تم تهديدي ان هو هيجيبوا والدتي او والدي او هيتم تعذيبي لو لم اعترف بالاعترافات التاليه اللي هي 1 2 3 4 5، واللي اجبرني على هذا هو الضابط اللي اسمه فلاني او امين الشرطه اللي اسمه فلان لو انا عارف اسماء، او اللي كانوا اشكالهم كذا وكذا وكذا ورايت ان هم بيرتدوا ملابس كذا وكذا وكذا، او كان بيتم تغميه عينيا علشان ما اشوفش الناس دي. وتنكر كل الاعترافات اللي تم اجبارك عليها قبليها بايام، ومش كده بس، وتطالب بالتحقيق مع هؤلاء الضباط او الجهه التحقيق اللي انت كنت محبوس عندهم. والمفروض بقى الناحيه الثانيه المحامي يطلب كمان ان هو خايف من وضعك في هذا المكان وطالب لنقلك لمكان اخر علشان امنك الشخصي لا يتعرض لاي اذى نتيجه الانتقام اللي ممكن قد يتم. ولكن اياكم يا شباب تعترفوا قدام النيابه باي تهم، انكروا التهم، لان انت كل التهم دي متلفقه ايا يكن انكر التهم دي، علشان مش عاوزين حضرتك تاخد حكم، لان كل يوم هتقعد فيه جوه السجن هو خساره لينا احنا، لان انت مهم في المعركه. انا بعتذر جدا لنور وبعتذر لكل شاب ما كانش يعرف الماده دي وما عرفش يعتمد عليها في الفتره اللي فاتت، ونرجو ان انتم تغفروا لنا تقصيرنا، وان انتم بعد اذنكم الماده دي عرفوها لاولادكم كلهم. اي اب وام بيتفرج علينا دلوقتي بعد اذنكم عرفوا الماده دي لاولادكم. اي شاب او شابه بيتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي بعد اذنكم عرفوا كل اصحابكم بالماده دي. لازم من دلوقتي تكونوا عارفين حقوقكم ايه وعارفين اللعبه بتمشي ازاي. احنا ما عدناش هنبقى جهله خالص من دلوقتي، احنا دلوقتي زي ما هم عارفين بيلعبونا بالقانون ازاي احنا هنعرف
ايضا نواجههم بالقانون برضو ازاي. شكرا لكم يا شباب.